السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم راح نديرو خبز الكوشه مع قرنطيطه، من اروع الوصفات اللي تقدروا ديروها واسهل الوصفات. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. ما تنسوش الاشتراك في القناه، تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناه على المواصله. مباشره راح نروحوا. اول حاجه حنبداو بالخبز. الكاس مستعمل 220 ملل، راح نقيسوا به جميع المقادير. هنا عندنا 500 غرام من الفرينه او الطحين الابيض، راح نحتاجوا ما بين 450 الى 500 غرام على حسب نوعيه الفرينة اللي استعملتها. عندنا 300 مليلتر من الحليب، ملعقتين كبيرتين من الخل، 50 غرام من الزيت ما يعادل فنجان، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز 15 غرام، وملعقة كبيرة من السكر ما يعادل 25 غرام. وعندنا السانوج اختياري إذا حبيتوا ديروه. راح نجيبوا الإناء تاعنا، راح نحطوا الحليب مع خميرة الخبز والسكر. في جميع الأحوال كل المقادير راح تصيبوها مكتوبة في صندوق الوصف بالتفصيل بالكأس وبالجرام. نحطوا الخل، الزيت، الفنجان قهوة من الزيت. راح نخلطوا هذه المكونات. من الأحسن تخلطوهم بالبراء، اللي ما عندوش يخلط فقط بالفويل. البراء راح يعاون باش يعطينا خليط رغوي، ويعاون باش الخبز تاعنا يجي خفيف. راح نضيفوا السنوج أو الحبة السوداء، ونلموا على الخليط هذا بالفرينة. الفرينة من الأحسن نكونوا غربلناها أكثر من مرة. الملح، ملعقة صغيرة من الملح. نلموا الفرينة تدريجيا. هنا كما قلت لكم قد تاخذ معكم من 450 الى 500 غرام من الفرينة، تبقى على حسب نوعية الفرينة اذا تشرب ولا ما تشربش، يعني الفرينة خفيفة ولا ثقيلة، حتى نتحصلوا على قوام عجين تكون تتلاصق بين يدينا. يعني ما تكونش تتلاصق بزاف، بصح تبقى تلاصق شويه في يدينا. يعني كما تعرفوا الفرن تاع الدار ماشي كما الفرن تاع برا. هنا بقى استعملت 450 غرام من الفرينة، هنا بقات لي 50 غرام. شوفوا قوام العجينه راهي تتلاصق قليلا فقط في يدينا، يعني ما نشفوش العجينه كليا باش ما يجيناش الخبز تاعنا ثقيل. هنا سواء تدلكوها على سطح العمل ولا هكا في نفس الاناء فقط، هكذا كما راكم تشوفوا العجينه تاعنا راهي تتلاصق. من الاحسن نمسحوا يدينا بشويه زيت باش ما تلاصقش معنا وندلكوا العجين، يعني حوالي نصف دقيقه فقط حتى تولي سطح العجين ناعم او املس. نتوقفوا هكذا، راح نغطيو عليه ونخليوه يختمر حتى يضاعف الحجم تاعو كليا. راح ياخذ معنا حوالي 20 دقيقة ويكون اختمر، لأنه الحال مازال شوية سخون. بعد ما اختمرت العجين وضعف الحجم تاعو، هنا راهو الاناء كبير فقط والعجينه راهي قليله ماهيش بزاف، على بها راهي تبالكم ماشي خامره، لكن راهي مخامره ومضاعف الحجم تاعها كليا. نمسحوا يدينا بكميه قليله من الزيت. هنايا كي تجيو تقسموا العجينه تاعكم اقسموها قبل ما ديروا السميد على سطح العمل. هنا فتحتوه بالسميد، كما تقدروا تفتحوه بالفارينه ولا ديروا خليط بين السميد والفارينه، لكم الاختيار. لكن هنا اقسموا العجينه تاعكم على شكل كرات قبل ما ديروا السميد باش السميد ما يدخلش معكم في العجين. انا هنا حتى درت السميد وقسمت العجين، من بعد فقت بلي لو كان ما درتش السميد يكون احسن، تقدروا تقسموها بكل سهوله. هنا حاولوا كي تجيو تشكلوها على شكل كره ما تدخلوش السميد داخل العجين، لانه لو كان تدخلوا السميد داخل العجين راح تبقى لكم الداخل في العجينه هكذا تبقى تبان، يعني تجي كي شغل معجنه لداخل. لكن حاولوا انه ما تدخلوش السميد. اقسموا الخبز تاعكم الكرات تاعكم قبل ما ديروا السميد. هنا اذا درتوا السميد حاولوا تشكلوها بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها باش السميد ما يدخلش داخل العجين. ومن بعد نفتحوا الخبزات تاعنا. هنا ما تكونش سمك خشين وما تكونش سمك رقيق، يعني حوالي 1 سنتيمتر. هنا كل ما نشوفوها بدات تتلاصق في يدينا نديرو السميد. هكذا حتى نوجدوا كل الخبزات تاعنا بنفس الطريقه. هنا تحبوا تقسموها على المنتصف، تقسموها على 4، كل واحد كيما يحب. هنا قسمتها فقط على 2 هكذا، وراح نغطيو عليها ونخليوها تختمر حتى يضاعف الحجم تاعها كليا.
هكذا مباشرة نحطوها في الصينية، نغطيو عليها ونخليوها تختمر. هنا الفرن لازم يكون مسخن مسبقا، درجة الحرارة أعلى درجة. يعني الخبز هذا ما يطولش في الطياب، حوالي 8 دقائق يكون واجد. هنا بعد ما اختمر ودخلناه للفرن لازم نخليوه يختمر مليح باش كي ندخلوه للفرن ينتفخ معنا. من جهة أخرى راح نوجدوا الكارانتيطه اللي راح نديروها بطريقة سهلة سريعة وبسيطة. نجيبوا الطنجرة تاعنا، نحطوا كأس من الزيت، هذا الكأس اللي نقيسوا به جميع المقادير. نحطوا الكأس الأول من الكارانتيطه الحمص المرحي، يعني هذه هي أسهل وصفة باش تتفاداو أنه تجيكم القشرة من تحت في الصينية. الكأس الثانية من الكارانتيطة، راح نخلطوا هذه المقادير على نار تكون متوسطة. هكذا حتى نشوفوا الكارانتيطة تاعنا بدات تدير فقاعات، يعني بدات تغلي. يعني اهم حاجه في الوصفه هذه انه الكارانتيطه تاعنا راح تجينا يعني كريميه، ما تجيناش انه الكارانتيطه هذيك اللي تجي فيها القشره من الاسفل. وتوجد معنا في وقت قصير، لانه الكارانتيطه راح نطيبوها بهذه الطريقه، ما تحتاجش انه وقت كبير في الفرن. راح نضيفوا 3 كيسان من الحليب مع 3 كيسان من الماء، ولا تحبوا ديروا الماء وحده بلا ما ديروا الحليب. هنا قسمت الكميه، نحتاجوا كل كاس كارانتيطه راح نديروا 3 كيلات من 3 كؤوس من السوائل، سواء تقسموها كاس ونص حليب ولا كاس ونص ماء، ولا ديروا الماء وحده. هنا استعملت كاسين، استعملت 3 كؤوس من الحليب و3 كؤوس من الماء، كما تقدروا ديروا 6 كؤوس من الماء. رايحين نبقاو نخلطوا هكذا حتى نتحصلوا على قوام يكون ثقيل بهذه الطريقه. هنا راح نضيفوا لها بيضتين، كما تقدروا تضيفوا ديروا 2 حبات بيض كاملين. هنا قسمت البيض درته في الاول والصفار حنديروه في الاخير باش تزرب تحمر معايا في الفرن، لكن تقدروا ديروا البياض الداخل. فقط حركوه بسرعه. هنا الملح والكمون بطبيعه الحال. كي تضيفوا البياض لازم تخلطوا بسرعه باش البياض ما يطيبش في الكارانتيطه، يعني ما يزربش يطيب. هنا عندي الصينيه 30 على 24، يعني هذا المقدار 30 على 24. اذا درتوا الصينيه 23 على 23، هذيك راح تاخذ معكم كاس واحد فقط من الكارانتيطه. ونديروا صفار البيض من فوق ورايحين نشعلوا لها من فوق فقط تحمار. بالنسبه لي انا كنت درتها وقويت لها النار من فوق ورحت وخليتها، كانت حمارت لي شويه بالزايد، لكن نتوما عسوها فقط تاخذ اللون الذهبي من فوق اللي تحبوه وطفيو عليها. هنا الخبز تاعنا هذا هو شكل الخبز، هنا راهو مازال سخون، من الاحسن تخليوه يبرد باش تفتحوه وتقسموه. من اروع واسهل الوصفات اللي تقدروا ديروها، وخبز يجيكم خفيف ما شاء الله. هنا راح نديروا فيه هذا هو الخبز اللي راح نحشيوه بالكرانطيطه. هنا كما قلت لكم الكرانطيطه قلت خليتها حمارت بالزايد، لكن هي تبقى القشره اللي فوق فقط اللي رايحه تحمر، لكن من الاسفل ما راح يصرى لها والو. شوفوا ما راحش تجيكم الطبقه اللي من الاسفل، وراح تبقى كريميه حتى